العاب سبايدر مان غنيه عن التعريف، وفي العاب كتيره جدا جدا لسبايدر مان، منها الوحش ومنها الحلو، منها اللي حبيناه ومنها اللي كرهناه. طبعا في العاب الناس بيتناقضوا عليها، في العاب الناس بيتقسموا عليها، وحرفيا سبايدر مان بينزل له العاب من التسعينات وحتى الان ما زال بينزل له العاب، وفي العاب كتيره جدا بتصدر لسبايدر مان من كذا شركه. مثلا زمان كانت شركه ماسكه ودلوقتي شركه ماسكه، فالاختلافات في العاب سبايدر مان كتيره جدا. يعني اللعبه دي عمرك ما هتلاقيها زي اللعبه دي. حرفيا لو جيت تبص على لعبه سبايدر مان من 10 سنين غير لما تبص عليها مثلا في الحاضر دلوقتي، فالالعاب حرفيا لسبايدر مان كتيره جدا. وفيديو النهارده هتكلم عن افضل العاب سبايدر مان حرفيا من القديم، يعني من الالعاب القديمه للالعاب الحاليه، وايه هي افضل العاب بالنسبه لي وافضل العاب اصلا يعني من ناحيه كل حاجه. وطبعا الالعاب اللي جايه في القائمه مش شرط تكون من ناحيه الجرافيك، هي اي نعم هجيب لك جرافيك قوي، بس انا بتكلم هنا عن الجيم بلاي والقصه والحاجات المهمه اصلا في عوامل العاب سبايدر مان. فقبل ما نبدا، لايك واشتراكك صاحبي. يلا بينا نخش. معاك ابراهيم من قناه جيمنج يونيفرس، يلا بينا. بص انا هبدا من الالعاب القديمه جدا، تمام؟ فنبدا باللعبه الاولى معانا، وهي لعبه سبايدر مان سبايدر مان الخاصه بالبي اس 1. اللعبه دي على ما اتذكر لعبتها من زمان جدا وانا طفل، يعني نوستالجيا رهيبه رهيبه رهيبه. انا مش عارف ازاي، بس مش عايز اصدمك، انا لعبتها قريب برضو، انت متخيل؟ وحبيت. ممكن او مش ممكن، ده اكيد بسبب النوستالجيا، دي حاجه معروفه، يعني الحنين الماضي وكده. اول ما لعبت اللعبه وحسيت بكميه نوستالجيا، وحرفيا نسيت الجرافيك ونسيت كل حاجه، وكملت وقاعد العب اللعبه. اصلا اول تجربه ليها كانت على البي سي، ما كنتش بلعبها على البي اس 1 يعني، بس اللعبه جميله جدا وواحده من افضل العاب سبايدر مان في الزمن بتاعها وكده يعني. فبدايه لطيفه، بدايه لطيفه مع اللعبه دي يعني. صدر لها جزء تاني برضو، يعني سبايدر مان 2 على البي اس 1، مش سبايدر مان 2 خاصه بالبيس 2، هتكلم عنها دلوقتي. بس الخاصه بالبيس 1 كانت جميله برضو، يعني ما جربتهاش بس باين يعني اللي هي كانت جميله، لانها نفس كل حاجه بس مع اختلاف القصه. اكيد يعني لو كنت لعبتها على ايامها اكني بكمل قصه، فكانت هتبقى حاجه ممتعه وفاني برضو، فاهم؟ تعالى بقى هات لي سبايدر مان 2. قصة سبايدر مان 2 الخاصة بالبي اس 2 هي واحدة من أحلى الألعاب اللي جربتها حرفيا، لأنها جميلة جدا وممتعة. أهم حاجة المتعة في ألعاب سبايدر مان، يعني ده سبايدر مان يا باشا، يعني من أفضل السوبر هيرو اللي موجودين في التاريخ. بص يعني اللعبة دي من كتر ما هي ممتعة حرفيا أنا أدمنتها. بس طبعا أنا مش بتكلم هنا عن نسخة البي سي، بتكلم عن نسخة البي اس 2 اللي نازلة للبي اس 2 فقط. يعني اللعبة دي حرفيا حرفيا لعبة مذهلة، لعبة كده، دي اللعبة اللي لازم حرفيا أطبل لها من كتر ما هي جميلة وكانت ممتعة على أيامها برضو. يعني اللعبة كانت مذهلة، يعني حاجة كده من روائع ألعاب سبايدر مان على أيامها تقريبا. يعني معظم ألعاب سبايدر مان اللي صدروا ما كانوش زي اللعبة دي، كلهم كانوا سيئين. يعني اللعبة دي اللي حيت ألعاب سبايدر مان شوية لما كانت خلاص ألعاب سبايدر مان ابتدت تموت. وانا اقول لك دلوقتي على البدايه الحقيقيه لالعاب سبايدر مان من اول ويب اوف شادو، من افضل العاب سبايدر مان، مش هقول لك غير كده. بص اللعبه دي عظمه، اللعبه دي فيها كميه كومبات وكميه حركات حرفيا، يعني كل دوسة زرار ملهاش علاقة بأختها حرفيا. عشان تفهم الكلمة اللي أنا قلتها دي لازم تجرب اللعبة بنفسك. سوينج مذهل، قصة يعني واخدة عامل الدارك شوية كده، واخدة عامل الكآبة. يعني هنا سبايدر مان شخصيته كئيبة شوية كده ودارك، وحرفيا فينوم بقى اللي موجود هنا، وان سبايدر مان وسيمبيوت وبيتحول وحاجه كده في منتهى الجمدان. يعني انا مش عارف اقول ايه على اللعبه دي من كميه العظمه اللي هي فيها، كفايه حبه الحاجات اللي انا ذكرتها. حرفيا الشخصيات اللي ظاهره هنا، يعني بص انج بين والناس اللي كانت ظاهره دي، يعني كانت على فكره اللعبه مليانه شخصيات، مليانه شخصيات كتيره جدا على فكره. وبرده يعني تقريبا ماري جين ظهرت هي كمان. خد يا عم ماري جين، مع ان في العاب سبايدر مان القديمه ما كانتش بتظهر، او نادرا لما كانت بتظهر يعني، بس خد ماري جين وبص حاجه مجنونه. يعني اللعبه حرفيا كل حاجه بتعملها انا كنت بستمتع قوي بالسوينج، كنت حاسه خفيف مش تقيل، مع اني كنت بميل للتقيل اكتر، بس برضه ده مش معناه ان اللعبه دي وحشه. اللعبه دي من افضل واحلى العاب سبايدر مان حتى الان، واللعبه دي من اكتر الالعاب اللي لعبتها قبل ما سبايدر مان مارفل ينزل للبي سي. يعني كانت حاجه بص مذهله، كنت مدمن على اللعبه دي حرفيا. يعني دي كانت البديل بالنسبه لي لسبايدر مان مارفل قبل ما تنزل على البي سي. على بقى الجزء خفيف بالنسبه لي لاني ختمته مره واحده بس مع انه خفيف، وهو جزء التيمت سبايدر مان. بص انا شفت، يعني كنت مسأل حد عن اللعبه دي كان بيقول لي ان اللعبه مذهله وممتازه وعظمه وبرفكت. بص انا شايفها عاديه، يعني انا شايفها لعبه عادي خالص، يعني اللي هو سبايدر مان سوينج
كرتونيه، قصه لطيفه. فينوم برضو يعني وولفرين، ماشي وولفرين حبيت تمام اني بقلب على فينوم وبلعب بشخصيه فينوم برضو، يعني كان شيء فاني ولطيف. بس ما يعني عادي ختمتها مره واحده بس، ما يعني اول ما ختمتها قلت فاني، دي الكلمه اللي قلتها بس، يعني ما طولتش فيها، ما كترتش في اللعبه. طبعا اللعبه كنت يعني اما لعبتها من تقريبا 3 سنين، يعني يعتبر لعبه قريب، يعني ما لعبتهاش من زمان برضو. فاللعبه بالنسبه لي عاديه خالص، ولا فيها يعني مش التطبيق اللي انا كنت بشوفه اللعبه، يعني ما حسيتش بيه جوه اللعبه. بس اللعبه ممتازه مش وحشه، يعني ممكن تجربها بنفسك وتقول لي رايك، او لو انت جربتها يعني تقول لي رايك تحت في الكومنت، لاني نفسي اعرف فعلا هل في حد شايف اللعبه زي ما انا شايفها، او اللعبه فعلا مذهله جدا وانا مقلل من حجمها. اركنولي بقى على جنب يا اللي بتطبلوا المارفل، وسيبوني بقى للعبه بتاعتي، وهي ذا اميزنج سبايدر مان 1. طبعا مع قبل ما حد يقول لي انت ليه جبتها في القايمه انا هنزل اشتمك في الكومنت، استنى بس استنى يا صاحبي قبل ما تشتم. بص انا اقول لك حاجه، اللعبه دي واحده من الالعاب، او قد تكون واحده من افضل العاب سبايدر مان اللي جربتها. هتقولي ليه بتاع كده، هقول لك بص، اولا جيم بلاي مسكول، ثانيا اعداء محترمين، حرفيا الوحوش اللي موجودين كلهم مسكولين وموزونين، مش اي حاجه كده، مش خلطبيطه. ساعات كنت بحسها خلطبيطه، بس بلاحظ ان لا هم محطوطين في مكانهم الصح، لازم يكونوا هنا عشان سبايدر مان يبقى احسن. فالجيم بلاي والجرافيكس والله العظيم حتى الان جامد، انا اللي بقول لك والله العظيم حتى الان جامد. جيم بلاي وجرافيكس ايه ده جمدان والله، ده حتى السوينج كده ما كان موجود في اللعبه. بص السوينج ايه الجمال ده، يعني اللعبه حتى الان تتلعب، فاهم؟ فاي حد شايف ان اللعبه وحشه ينزل تحت حاجه في كومنتات ويقول لي اللعبه دي وحشه ليه، عايز يجيب لي سبب واحد بس ان اللعبه دي وحشه، غير ان القصه بتاعها جامده والجرافيك وكل حاجه، فما فيش سبب انك تقول على اللعبه سيئه وكده، لاني شايف ان اللعبه دي مظلومه جدا حرفيا. مارفل سبايدر مان. بص قبل ما اتكلم عن اللعبه دي، انا عايز اعرفك بس ان اللعبه دي بالنسبه للسنه اللي نزلت فيها، فهي تعتبر واحده من افضل الالعاب على الاطلاق. وده لان السنه اللي نزلت فيها هي سنه نزلت فيها اصلا العاب قويه، حرفيا ده نازله في السنه نازله فيها جود اوف وور وريد ديد، فمتوقع ايه انك السنه دي كلها العاب جامده. فمن ضمنهم كانت اللعبه دي، وحرفيا من اول ما شفتها قلت وطه، هي اللعبه حرفيا مجنونه مجنونه مجنونه، من احلى الالعاب اللي شفتها سبايدر مان. وكنت ساعتها متشوق جدا عشان تنزل على البي سي. طبعا نزلت بعدها بسنتين نسخه ريماستر للبي سي، وحرفيا يلا بسرعه خش جربت اللعبه واوه ماي جاش اللعبة حرفيا جامدة جدا. أنا من أول ما جربتها وأنا مصدوم اللي بشوف. ونسخة الريماستر طبعا الجرافيكس فيها أحلى وأعلى، فكانت حاجة مذهلة جدا بالنسبة لي، واللعبة كانت جامدة جدا. مارفل مايل موراليس. بص انا اتكلمت على اللعبه دي لوحدها لانها فعلا لازم تكون لعبه لوحدها، ماليش دعوه بقى منهم عملوا نفس الجيم بلاي وزادوا عليه حبه قدرات وخلوا العالم ثلجي وعملوا تحسوا دي ال سي. بس اللعبه دي مش دي ال سي والله، اللعبه دي جامده، العبها بس يا اللي بتقول عليها دي ال سي، العبها وختمها كده وقول لي بس، وبعدها تعالى ناقشني، لان اللعبه والله لو لعبتها حاجه تانية خالص. يعني كفايه ان القصه، هما القصتين كانوا مؤثرين، انت متخيل قصه مايلز اتأثرت بيها لوحدها وقصه بيتر اتأثرت بيها لوحدها، واللعبه مش دي سي، اللعبه اكنه جزء تكملي او جزء بيكمل احداث القصه وكده. يعني طبعا شفنا في نهايه سبايدر مان ان مايلز خلاص اتصاب هو كمان، او اتعض هو من العنكبوت وبقى سبايدر مان هو كمان، فكله كان مستني بقى الجزء ده فارغ الصبر، ونزل بعده بسنتين وبرده كان الجزء جامد جدا. ومايلز برده واحد من الشخصيات الجميله جدا اللي انا بحبها اصلا في العاب سبايدر مان، في العوالم يعني بتاع سبايدر مان وكده. فاللعبه دي كانت فاني وممتعه ومذهله برده جدا. مارفل سبايدر مان 2، اوه ماي جاش، اللعبه دي يعني مش محتاج اتكلم عنها. بص من الاخر او الخلاصه، او من يعني بص من ناحيه دي افضل لعبه سبايدر مان قبل ما تخش او تناقشني او كده، هي دي فعلا افضل لعبه سبايدر مان. قصه مذهله، جرافيك نفس الاجزاء اللي فاتت مع تعديل بعض الالوان والبلور والحاجات دي، بس مع هنا من الجرافيك انا مش بهتم له قوي. جيم بلاي نفس الاجزاء بس متعدل برضه، يعني عليه اضافه كتير من الاخر. اصل من الاخر يعني عمر ما يعملوا لك لعبه بعدها بكام سنه وتقول لي انهم هيعملوا محرك من الصفر، لا ما ينفعش. هم بيعدلوا محرك، بيعدلوا على حبه حاجات، بيحطوا تفاصيل للعبه كده. اما عايزهم يعملوا محرك من الصفر، فروك ستار هيقلبوا روك ستار جيمز حرفيا، هيقعدوا بسنين كتير عشان يعملوا محرك من الصفر ويعالم يطلع حلو او وحش وكده. فاللعبه من ناحيه بقى قصه اللعبه مذهله جدا من
من ناحيه القصه يعني كان فيها كميه حاجات حرفيا تخليك مصدوم كده من اللي انت بتشوفه. ايه ده قصه، دي قصه اللي انا عايز ابقى العب سبايدر مان. ده كفايه ده شخصيه ماري جين اللي انا كنت بكرهها حبيتها اصلا في اللعبه. انت متخيل من كتر الجمدان اللي موجود في اللعبه دي فعلا هي افضل لعبه سبايدر مان. وده كان فيديو النهارده، وما تنساش لايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم ابراهيم من قناه جيمنج يونيفيرس. سلام.